في يوم من الأيام كان في شاب اسمه محمود. محمود كان شاب عادي زي أي حد، بيحب يسافر ويكتشف أماكن جديدة. كان دايما بيحب المغامرة، وكل يوم بيحاول يكتشف مكان مختلف. في يوم قرر يسافر لوحده، وراح منطقة نائية في الجبال، مكان بعيد عن المدينة ومعزول. هو سمع عن الطريق دي من ناس كتير، بس الكل كان بيحذر منها. قالوا له الطريق دي مفيش حد بيرجع منها. بس محمود ما كانش مهتم بالكلام ده، كان شايف إنه مجرد خرافات. اتفق مع نفسه إنه هيجرب الطريق. استعد بكل حاجة وركب سيارته، وبدأ يسوق في الطريق الواسع اللي بيختفي وسط الجبال. أول ما دخل الطريق بدأ يحس بشيء غريب. الرياح كانت بتعصف بالأشجار، والجو كان غامق رغم إن الشمس كانت لسه موجودة. كل ما مشى أكتر الطريق بقت ضيقة والجو أظلم، ومفيش أي حد في المنطقة. فجأة بدأ يشوف علامات غريبة على الطريق، زي علامات مرسومة بالدم ومكتوب عليها كلمات مش مفهومة. محمود بدأ يحس بالقلق، بس قرر يكمل لأنه كان عايز يعرف السر ورا الطريق دي. كل شوية كان يشوف حاجات أكتر غرابة، أشكال مظلمة بتتحرك على الجوانب، وأصوات خطوات ماشية وراه رغم إنه كان لوحده. وصل لمكان كان فيه حجر ضخم ووقف قدامه، وفجأة حس بحاجة غريبة، كأن المكان ده مش طبيعي. حس بالهواء البارد بيزيد وصوت همسات لحد ما بقت قريبة من أذنه. قلبه كان بيدق بسرعة لكنه حاول يطمئن نفسه. بس لما قرر يرجع الطريق ما كانتش زي ما كانت. الطريق اللي هو كان جاي منها بقت مظلمة، والأشجار كانت بتغلق عليه زي حاجز. مفيش طريق تاني للرجوع. كل ما يحاول يرجع يلاقي نفسه بيرجع لنفس النقطة اللي بدأ منها، مرارا وتكرارا. بعد فترة طويلة من المحاولات بدأ يشوف أشكال غريبة حواليه، وكأن حد بيلاحقه. في الآخر وهو بيحاول يهرب من المكان ده سمع صوت خطوات ورايه، لكن لما التفت ما لقى حد. الطريق كانت لسه مغلقة قدامه زي ما كانت من البداية. وفجأة ظهر أمامه شخص غريب، كان لابس لبس قديم ومش شايف ملامحه. الشخص ده قال له أنت مش هتقدر تخرج من هنا، الطريق دي مش للرجوع. محمود حاول يهرب، لكن في اللحظة دي الطريق ابتدت تبتلع السيارة، وبصوت عالي كانت الأشجار والجبال بتهتز، لحد ما في الآخر الطريق اختفت وما رجعش منها. من وقتها محدش شاف محمود تاني. من الأيام محمود قرر يسافر لوحده على طريق غريب، وبيسمع عنه ناس بتحذر منها. الطريق مليانة علامات غريبة وأشخاص مظلومين، وفي الآخر الطريق نفسها بتبلعه. 2 هاشتاجز مغامرة، طريق الموت، قصص رعب.